طيب إحنا كلّنا بنحب ربنا، يعني كلّنا أو بندعي إن إحنا بنحب الله سبحانه وتعالى، لكن إزاي أعرف إن أنا فعلًا باحبه أو إن أنا راضي عنه إلهًا بحق يعني؟ ما فيش حد بيحب ربنا فعلًا إلا ربنا بيدُلّه إنه بيحبه، وإن كمان ربنا بيحبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعلّمه طعم القرب ومعنى الحب. دي حاجة مهما اتكلمنا فيها ما حدش هيعرف يوصفها. قال الله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله". فاتبعوني. ليه؟ أنت إذا أحببت الله ستسهل عليك طرق الوصول إليه. طب أنا عايز أوصل إلى الله، طب ما عندك أهو الطريق. مين اللي وصل إلى الله قبلك؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه صحيح. الصلاة والسلام. عندك أهو الطرق بتاعتهم موجودة أهي. عايز اتفضل. ولذلك ابن الحسن البصري قال: "هذه آية المحنة، إن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم الله بتلك الآية". يعني إيه؟ يعني ربنا اختبرهم بالآية دي. أنتوا بتحبوا ربنا؟ خلي بالك ما قالش قل إن كان يحبكم الله، لا. إذا أنتم بتدعوا إن أنتم محبين لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بعدها إيه اللي يحصل؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك قال أيضا ابن القيم: ليس الشأن أن تحب، لأن أنت ممكن أنت تبقى متوهم يعني، ولكن الشأن كله أن تحب. ممكن واحد يقول لك أنا بحب ربنا والله، ومع أول اختبار ليه مثلا اطلق لحيتك تبص تلاقيه بيتقاعس، بس ادعو إلى الله يقول لك أنا محرج. طب انفق في سبيل الله تعالى يقول لك والله أصل أنا محتاج الفلوس. طب ابعد عن البنت اللي أنت عامل معاها علاقة، أصل والله أنا ما بص أصل أنا دي نقطة ضعفي. طب يا ابني احرق الأرقام اللي معاك على بقية اللي بتاع دول، والله أصل أنا نفسي بتغلبني في الحاجات دي ومش عارف ايه. طب الاغاني اللي بتسمعها، طيب كذا اللي بتعمله، طيب طب ما انت امال يا ابني كل حاجه ليك فيها عذر، ما سبتش باب. ولذلك قالوا ايه: وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، اذا سبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فاما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. واحد اساسا سمج. قالوا ايه: لا تخدعن فللحبيب دلائله ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قد رآه الله على قبيح فاعل، ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل. في ناس ضيعوا نفسهم فعلا، هو مفكر ان مجرد فوعة ايمانيه انه مثلا يصلي بالليل او كذا ويحس براحه ايمانيه ويحس انه بيحب ربنا، خلاص كده وصلت. طب صلى اللي بعد كده يا ابني، ما هو في محطات في حياتك هتتغير. انا بقول يا ابني او يا اخي او يا اختي او غيره، في محطات لازم تتغير. اللي ما يعرفش يغير نفسه لله ربنا مش هيغيره.